السير على منهج السلف الصالح وعدم الخروج عن ذلك، ولا سيما الصحابة. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عبد الله بن مسعود قبل ذلك: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، إلى آخر كلماته رضي الله عنه وأرضاه.